شياش مضبوط على اللاوي. روحي ابو اروى خالي. وبدأ ريوق الصبح أول ما وصلنا، وجاي يشيش على اللاوي المعلاق، والوضع كلش تمام وطبيعي. والجماعة هنا شوفوهم جاي يحوسمون بالريوق. وصاحبنا هنا اللي يشوفه يقول صار له 5 سنوات ما شايفه. والجماعة هنا جاي يلعبون دوملة ومتونسين وفرحانين. وهنا موسى جاي يدخل نارقيلة يندينا بالزواج. وعندك هنا جماعة الطاولي اللي جاي يلعبون طاولي. وهنا جانا واحد قال لي شاي صار لي 7 سنوات ما شربت شاي. وجماعة المعلاق بلشوا بالحوسمة. شيش بوحده هذا عزوز قال له شيش بوحده ويقول يا 4. جاي يمزدون على السمك. هنا جماعة شقوا السمك وجاي يحضرون بالسمك حتى يشونه. ولهنا الأوضاع كلش تمام والأجواء حلوة. عندك عماد هنا جاي يكسر حطب حتى يعلق نار جديدة. وهنا بلشوا الجماعة يمزدون على السمك. طبعا حاليا كملوا شق السمك، لكن ما شاء الله الشباب منتظرين ايش وقت يبدي شو السمك، وكل واحد كان بطنه ومن الجوع متأذي. والولد هنا يشربون نارقيلة متونسين على حسب الأصول. الأجواء حلوة طبعا أكيد. وعماد هنا علق النار، وعيسى هنا جاء يغسل السمك لأن الملاحة حاطة له قنين ملح. والأوضاع لحد الآن تمام، لكن بلشت بجو المطر والأوضاع صارت مخربطة. وهنا عماد يعلق بهالنار يرجع من جديد، والجماعة لابدين جو شجر حتى يختلون من المطر. وعندك هنا مش كثر ما متعلق بالنارقيلة سواله ثقافية عن المطر من علاق أبو علي طبعا. وعندك هنا جماعة ملتزمين بالصلاة يقول لك حتى لو حرب لازم نصلي. وهنا الأوضاع ماشية تمام، لكن الناس غرقت من المطر، اللي كاف تليفونه واللي جاي يسلس واللي جاي يلختن واللي حاط راسه جوا الزولية وملتمع النار حتى يتدفى. بس الأغلبية جايوون على سمك شلون ينشوي يمتى تطلع سمكة وحتى ننفرد بيها. وعندك هذا الدبدوب أول مرة يجي بهيج أماكن، طبعا الشلة أعطيه مرجلي أنا عباله برتقالة متونس. وعندك الولد هنا يصورون ومصطفى متونس على السفرة، وحيدر يقول السفرة كلش حلوة. حلوة السفرة. طبعا هنا جاي ناكل لأنه جعنا بصراحة، صح المطر خفيف وما يأثر لكن جعنا. انت مخبر عم السمك ما يطيح عليك شو خايف ويس جيت بس على البيبسي وعليه بدي جاسم يقول لك اهم شيء النقطة هاي اذا رحت وما جبت. يعني بلشت التعزيلة خالي والعالم جاي تعزل حتى نروح السفرة. طبعا الجماعة قالوا احنا ما نريد ناكل سمك، ما نشتهي حتى ياخذون السمك وياهم بالبيت يشونه، يفتهمون مع الرغم هم بلشوا بالاكل. ابو شيبة والولد موجودين دار مدارة جوعانين بصراحة، انفردوا بالسمك. وزوين بالذات لانه زوين قال انا ما اشتي اكل واخذ سمشته حتى ما شوها، لفها بتليفون واخذها. حقه رجال يفكر ببيته. تسليس حب السمك هاي لان بعد تعزيله
سموا عنكم. حجر هنا قاعدين. ايه ديك حجر ديك حجر. والله تدري نعال وشفر ما تقول لي قد محمل طين. وزوين ما تحمل المظهر طبعا بعد ما شاف الجماعة جاي ياكلون وهو منه جوعان. يلا خله حطيدي. ابو فاطمة يبوع علم شوية ومقهور بصراحة انها الحقها. ابو باقر يقول لك انا ما يهمني المطر. اي هنا وصلنا اخر سفرة. يرقص كل بريلين بالقاع. اذا ترقص العالم قبل بالقاع. ما يصيرش والله ما يصيرش. والله ما شاء الله وجه معجن بعد. ليش هيك؟ ليش هيك؟ وهنا بدت المعاناة. المنشأة غرزت براس الفرع. طبعا هو كله طين ما يقارب 3 كيلوات. شارع كله طين وبدت المعاناة. والجماعة بلشوا التعزيلة. اللي ياخذ ابو جوايته واللي ياخذ جدرة. هنا ابو شيبة جاي يغسل بعد خلص اكل بالعافية. سفرة سعيدة. سعيدة. وهنا بلشت المعاناة. وتابع شلون راح تطلع المنشأ. طبعا الجماعة هنا اكتشفوا اول فكرة بالتاريخ وابد ما مطروقة انه تخلي زولية جو التاير حتى لا ينزح لك التاير. لكن الله يعين راعي الزولية والمن تابع والله يعين الايد اللي راح تغسلها. وهنا بلش بالمنشأ يسحق على البنزين حتى تمشي. والجماعة والشباب ذول يشوفونهم دا يدفعون براس المنشأ حتى تشتغل. لكن تشوفون التاير شلون يبطنش مكانه ودخن. وهنا ابو شيبة قال خلينا نذب جواها تراب يابس ونذب وياها شوية عقول حتى تساعد. واخيرا صيدت المنشأ والحمد لله. والجماعة ما مصدقين. واكيد واحد من عندهم رفع الكاس بيده. اكيد تشوفون الكاس. طبعا هاي علامات الفرحة انه هي خلاص انتهت المسألة وبعد ماكو تقريزة وراح تمشي المنشأة بسلامات. وبلشوا كل واحد بحذاء طنين طين شلخ الطين من رجلينا من خلال الحدايد والسكاكين. عندك جاسم يقول لك انا ما مشتغل بالقص بس راح اتعلم على القص. وبلشت المنشأة تمشي والحمد لله وشكر ومشت وخلاص انتهت المسألة وماكو بعد اي تغريزة. هنا الجماعة ما شاء الله متونسين واحدهم يضحك بوجه الثاني. لكن للأسف رجعت المنشأة غرزت وهاي هي المعاناة تنعاد. طبعا ذاك اللي يشوفونه بالزاوية جاي يدفع المنشأة ما شاء الله معتمد عليه المنشأة. والحمد لله والشكر ما شاء الله مشيت المنشأة. طبعا الفضل هذا اللي دفعها. ورجعت غرزت بمكانها والناس تذب تراب. وهنا ابو عبيد يقول انطوني الكرك خل اذب عليها عقول. جالسم يشيل العقول ويذب جو التاير. لكن الزلمة يمشي بالقوة يعني من التعب. هسه احنا جاي نمشي. انا هنا مليت صراحة ان الموقف والطين وهاي. خذيت التليفون واصور من بعيد واشوفهم خطيئة صاير بيهم. مظهر كلش صعب يعني. تشوفون شلون حالهم يسوف. شوفوا هنا حاليا ماكو اي شيء بس السماء والارض كل شيء ماكو. والحمد لله مشت المنشأة بفضل هذول الاثنين اللي جاي يدفعون بيه. تشوفونهم جماعة تونسوا. شوفوا الطين شو الاوضاع. وهنا بلشت المعاناة من جديد. السمك اللي اكلتوه كله طلع عليكم. يلا يا شباب يلا عين دفعوا على اساس السهم مدافعين.
ورجعت غرزت من جديد المنشية. تفضل. والشيب هنا تحول مرور، يقول له اوقف، اشار بيده. ورجعت نفس المعاناة من جديد. يلا يا عماد حط بلوكتك. يعني ذب الحصو جو التاير، ويشيلون الجماعة بيدينهم قرقعان من الحصو، طنين 3 طنون كل واحد يشيل بيده ويذب. واخر واحد هو اشتغل بالمجموعة، هو هذا بدخس تشوفونه. عماد ياخذ بالكرك ويذب جو التاير. وهنا احمد يقول لك انا لازم امشي المنشأة اليوم وبهاي الطابوقة. وهنا باقر عباله جايين نحارب، فرحان منتصر، والجماعة يدفعون. واخر شي مشيت المنشأة صلوات. لكن للاسف اما خلصنا شوف اللي ورانا، طلعت 3 سيارات ورانا ومغرزة، وادفعوا يا شباب. وهاي سيارة جديدة، وادفعوا يا شباب. متونسين، صارت سالفة عادية أول مرة وثاني مرة. وهنا وصلنا لآخر لحظة إنه المنشأة قلنا بعد ما تغرز، وهاي هي. وهذا الشارع ياخذك على الرئيسي. طبعا براس الشارع أحمد لطش إلا ننزل، وقال ننزل حتى ناخذ سيارة ونروح للبيت. يابا هنا ماكو، خلي نروح بتقاطع السيبة. إلا هنا واكو سيارات، وظل نمشي والسيارات تهف علينا مثل الصواريخ. ناخذ تاكسي بالسيبة الا ينزلنا هنا. قضيناها مشي، والسيارات تخطف علينا 120 130 واحنا بس سيارة. شو صوت السيارات؟ طبعا انا هنا الطريق كله بس اقنع احمد واقرق براسه ليش ما نزلنا بالسيبة. واخر شي قنعته، وجا السيارة وصعدنا بها. واخر شي صعدنا للسيبة والحمد لله. وهنا انا اقول له ها لو من البداية رايحين كان هسه مو احسن. شوف مشينا وتعبنا ووقت وكله بلاش. وبعد ما نزلنا بالسيبة حصلنا السيارة. اول ما وصلنا مباشرة حصلنا السيارة وصعدنا بيها من السيبة للبيت. وهنا أنا اجى دور الفخر والفرحة. ولهنا وصلنا لنهاية الفيديو. ولا تنسى تشترك بالقناة وتنطينا لايك للفيديو، وتكتب تعليقك شنو أكثر شيء حبيته بالفيديو وشنو أكثر شيء ضجت من عنده. تحياتي لكم، أبو شهم العربي.